الدبلومه بتاعتنا دبلومه ال 2 دي بتدرس فيها كورس الفوتوشوب، كورس الالستريتور، كورس الانديزاين. من اخر كده بعدها بتعرف تعمل اي حاجه ليها طول وعرض. مده الدبلومه بتكون 30 ساعه تدريبيه بواقع 10 محاضرات لكورس الفوتوشوب، 30 ساعه تدريبيه بواقع 10 محاضرات لكورس الالستريتور، 24 ساعه تدريبيه بواقع 8 محاضرات لكورس الانديزاين. الكورس بيكون محاضرتين في الاسبوع، بتكون اراوند ال3 شهور ونص. وبالمناسبه انت ممكن تحضر الكورس ده انتنسيف، تحضر كورسين في شهر واحد، بالتالي هيكون 4 محاضرات بدل محاضرتين في الاسبوع. بص، بالنسبه لتحديد المواعيد احنا بنعمل سيمينار تدريبي. السيمينار دوت بنتعرف فيه على بعض كمحاضر، كحد جاي ياخد الكورس، بنتعرف على اهدافك. بعدها على طول بنعرف اصلا البرامج دي بتعمل ايه. بعد ما نخلص كل ده بنحدد المواعيد اللي تناسبك للكورس. الامكانيات المطلوبه لحضور الكورس هو ان انت تكون عايز تتعلم ومعاك لابتوب او كمبيوتر. لو ما عندكش كمبيوتر ولا لابتوب ما تجيش تاخد الكورس دوت، لان الكورس ده عملي من المحاضره رقم 1. يعني من الاخر كده انت هتطبق بس مش هتعرف تطبق في البيت. احنا عندنا هنا لابتوب ممكن تطبق عليه عادي خالص، وعندنا معمل مجهز لدوت، بس انت مش هتعرف تطبق في البيت، فبالتالي هتفقد جزء كبير من التاسكس اللي هي اصلا احنا بانيين عليها الكورس. الكورس ده لازم تطبق فيه كتير. بعد الدبلومه انت حرفيا لو سلمت مشاريع التخرج بانتظام وعملت تاسكاتك بانتظام واديتنا وقتك ومجهودك، انا بضمن لك ان انت تكون مؤهل بنسبه 100% و200% كمان ان انت تشتغل جرافيك ديزاينر. بص، بالنسبه للكورس، الكورس دوت حرفيا من داي 1 انت بتطبق بايدك. الدبلومه كلها بتطبق بايدك، وكل كورس فيه مشروع تخرج، وكل محاضره ليها مجموعه تاسكات لازم تلتزم بيها. لو التزمت بيها انت بتحقق اقصى استفاده من الكورس. طب لو قصرت شويه ما تقلقش، احنا كده في ظهرك عشان تعمل تاسكاتك وعشان تعمل مشروع التخرج بتاعك. وفي حاجه احنا بنقولها مهمه ججدا لكل المتدربين في اول محاضره في السيمينار، ان المدرب لا يمثل سوى 30% من هدفك، وهو اللي بيهندل ال 70% التانيين اللي هي ايه؟ التاسكات ومشاريع التخرج اللي انت بتعملها لوحدك. وبالمناسبه انت بتعملها، ولو عندك اي مشكله فيها بتسال المحاضر لازم يجاوبك على اسئلتك بطريقه تفصيليه. وفي ناس بالمناسبه لما بتخلص التاسكس وبتخلص مشاريع التخرج بتبقى متميزه، ودول الناس اللي احنا بنرشحهم لاي حد طالب جرافيك ديزاينر او للشركات اللي بتطلب مننا جرافيك ديزاينر. بص، انت امتى هتبقى جرافيك ديزاينر؟ هتبقى جرافيك ديزاينر لما تعدي على ال3 مراحل اللي انا هقولهم لك دلوقتي. انك تعرف تقلد كويس جدا. من الاخر كده انت بتاخد الكورس عشان تعرف تعمل اناليسيز لاي حاجه وتعرف تصمم زيها بالظبط. ودي مرحله اساسيه عندنا بنقول عليها ايه؟ مرحله التقليد. ولو نزلت تحت في اي مطبعه مرحله الواحد على واحد. لو اتقنت المرحله دي هتبقى مؤهل ان انت تدخل المرحله اللي بعدها، وهي ببساطه خالص ان انت هتشيل من التصميم اللي انت عملته وقلدته ده البرودكت وتحط برودكت جديد، وبالتالي هتغير الوان التصميم، وبالتالي هتغير الكتابه في التصميم. يبقى بدني بقى اذا حد عرف ان انت اصلا مقلد التصميم ده. فدي المرحله الثانيه، مرحله الاقل ابداعا لكن بتكون فيها مبدع. المرحله الثالثه وهي الاكثر ابداعا، وهي دمج فكرتين او اكتر في نفس التصميم. دي بتنتج عن ايه؟ تغذيه بصريه كثيره على اللونج تيرم. مش هتبقى جرافيك ديزاينر بين يوم وليله، ما ينفعش. انت هتبقى جرافيك ديزاينر لما تعمل تغذيه بصريه كتير وتوصل لهدفك واحده واحده. ولو عايز مني نصيحه، انت لازم تشتغل على البرامج دي وتعمل فيها تاسكات كتيره جدا وتقلد كتير جدا. If you don't use it you will lose it. احلى مسا عليك.